تلات أرواح في بيت واحد، والناس بقت تقول الفيلا دي ملعونة. بس الضابط اشتراها وانتقلت العيلة. وبعد فترة قصيرة الأحداث الغريبة بدأت. أشياء بتتحرك لوحدها، أنوار بتطفي، وأبواب بتتفتح من غير ما حد يلمسها. سألوا الجيران وعرفوا قصة القتل، لكن الأب ساعتها ما كانش بيصدق الكلام ده، وكان دايما بيقول خليه يطلع لي كده. وطلع له فعلا. لما شافه بالفعل قال لولاده ببساطة: مضايقكوا وجوده في ايه؟ ما تكبروش الموضوع. والعيلة اتأقلمت، وبقى سلفادور شيكوريل الساكن التاسع في الفيلا. ودلوقتي خليني أقول لك حكاية مهمة جدا. طول حياة عزت أبو عوف الفيلا كانت موجودة في الخلفية، يعني زي ما بنقول كانت شاهدة على كل لحظة في حياته. لما درس الطب والموسيقى كان بيرجع كل يوم لنفس الفيلا اللي فيها سلفادور شيكوريل. طب هل كان عزت أبو عوف هو الدليل الوحيد على وجود شبح شيكوريل،